السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، نحييكم من قناة الإمبراطورية المغربية. حياكم الله. في هذا الفيديو غادي نهضر على الصفعة اللي تلقاها النظام العسكر في الجزائر. الصفعة من دولة غانا اللي أعلنت سحب الاعتراف ديالها من الجمهورية الوهمية اللي هي الجبهة البوليزاريو الإرهابية. هذه الميليشيا الإرهابية اللي هي 50 سنة وهي في تندو، وكيس وكيدعمها النظام العسكري الشيوعي في الجزائر اللي كيخسر الأموال الطائلة من الشعب، من أموال الشعب الجزائري. ودابا الشعب الجزائري كيعاني من الداخل من الطوابير في المواد الغذائية، وعلاش وكيرفع الشعارات الفارغة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ومع الشعوب المضطهدة. وهو ما كتهمو حتى قضية من هادو، وإنما باش يغطي على الفشل ديالو الداخلي. وكيغطيو على الفشل ديالهم الداخلي غير بهاد القضايا الزائفة اللي ما عندهم حتى معنى. القضية الصحراء المغربية الغربية، وقضية فلسطين. وحنا ما نطبعوش، حنا ما كنحملوش المطبعين. هما غير باش يغطيو على الفشل ديالهم، يغطيو على الفساد ديالهم اللي عندهم من الداخل. هذا النظام العسكري الشيوعي منذ 1962 وهو داير به الفشل في كل ناحية. فشل الاقتصادي، فشل الأمني، فشل سياسي، فشل دبلوماسي. وما لقى الحل حتى الداخل ديالو ما لقى ليه الحل. وكيفاش غادي يلقى الحل، وكيفاش غادي يحرر هاد الشعوب المضطهدة اللي كيقول عليه، وكيفاش غادي يحرر البوليزاريو. هذا الشعب هذا النظام الملحد الديكتاتوري اللي كيضيع في أموال الشعب في الرشاوي وفي شراء الدمام باش يغطي على الفشل ديالو، ولا حيت عنده مصلحة في هذا النزاع هذا، باش ديما يغطي على الفشل ديالو وعلى الفساد اللي دار في الأموال، في أموال الشعب الجزائري، وفي الجرائم اللي ارتكب في حق الشعب الجزائري في العشرية السوداء وحتى في السجون. وعنده ملفات في الاختفاء القسري. هذا النظام الشيوعي الملحد اللي كيدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكيدعم العصابات الإرهابية، قال عليهم حتى الرئيس الأعمالي. وكيتغنوا علينا في الشعارات الفارغة. ومازال جاي الاعتراف ديال الدول الاخرين. بس ديك الساعه غادي نشوفوا كيفاش غادي يفكوها مع الصحراويين من بعد ما تصنف ما يسمى بالجبهة البوليزاريو في قائمة الإرهاب. ضيعوا أموال طائلة من أموال الشعب الجزائري. والشعب الجزائري كاين اللي ساكن في القصدير، كاين اللي عايش طوابير في الفقر وفي الجوع، كاينين مأساة كارثية داخل الجزائر. والجزائر هي دولة بترولية،
كان بإمكانها باش تنافس قطر وتنافس الإمارات وتنافس السعودية وتنافس جميع الدول الغنية. دولة غنية بالثروات ديالها وهي فقيرة، فقيرة في الاقتصاد ديالها وفي الشعب ديالها. ومازال كاينين الشياتة والمطبلين للأسف من هذا من هذا الشعب الجزائري. ما كنعممش، وإنما كاينين اللي كيشيدوا لهذا النظام الفاسد وراضي على هذا الوضع، داك الوضع اللي هو فيه، وهو عايش في الجوع وعايش في الفقر وعايش في الميزيريا. قال لك تحيا عمي تبون، تحيا شنديرها. وهو غارق في الكوارث، ومازال كيطبل وكيشيد لذاك النظام الفاسد، لذاك النظام المجرم. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله بإذن الله.